زي ما شفنا كده انفعالات من كهربا وكولر على رجال الاسعاف انهم ينزلوا بسرعه يشيلوا اللاعب اللي واقع على الارض، واعتراضات كبيره جدا وانفعالات كبيره من كهربا وكولر على رجال الاسعاف اللي نازلين الملعب حرفيا بيتمشوا خايفين ينزلوا الملعب بسرعه عشان ما يقولوش اللي نزلوا الملعب بسرعه اهم. وبنشوف كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراه بيتكلم على النقط دي وبيوجه رساله للمسؤولين في مصر: انتوا عايزين الكوره كده، انتوا عايزين الكوره يضيع منها وقت كبير بالشكل ده ويتقتل متعه الكوره. وتساءل هل الامر ده المدربين هم اللي بيطلبوا من اللعيبه ان هم يقعوا على ارض الملعب ويضيعوا وقت، ولا ده تصرف منفرد من اللعيبه؟ كمان بيقول ان بيوجه رساله للعيبه نفسهم ان انتوا لو عايزين تضيعوا وقت فضيعوا وقت بالتمرينات على ارض الملعب، ضيعوا وقت بلعب الكوره، بلاش تضيعوا وقت بوقوعكم والاسلوب المستفز اللي بيحصل على ارض الملعب ده، لان كره القدم ما اتعملتش عشان كده. كره القدم اتعملت عشان تتلعب، تقدر تضيع وقت وانت بتلعب كره القدم براحتك، ولكن ما تقعدش تقع كل شويه، ما تقعدش تضيع وقت بالوقوع وفي الاخر بتقوم وتجري وانت زي الفل ومفيش اي حاجه، بتقع والرجال الاسعاف بينزلوا لك والجهاز الطبي بينزل لك ومش عارف ايه، وفي الاخر اول ما تعدي خط ملعب المباراه او اول ما تخرج بره ملعب المباراه بواحد سنتي بتقوم وتجري وتقعد تتنطط على الخط عشان الحكم يسمح لك انك تنزل ارض الملعب. الحقيقه هي ظاهره غريبه جدا، والمضحك اكتر بقى بالنسبه لي ان احمد عاطف مهاجم فيوتشر بيقول لك كولر تصريحاته عيب عليه او مش عارف ايه، احنا كنا بنلعب على المكسب وكنا مش عايزين التعادل، احنا كنا عايزين المكسب من المباراه واحنا فريق كبير ومش بيضيع وقت. امال فيوتشر لو كان بيضيع وقت كان ايه اللي حصل؟ كل ثانيه في اخر المباراه لاعب بيقع وزي ما بنشوفه كده اول ما بيعدي او اول ما بيخرج بره الملعب بواحد سنتي بيقوم ويطلع يجري ويلف عايز ينزل ارض الملعب. الصورة قدامكم والتعليق لحضراتكم. كنت معاكم أحمد حبيبة، سلام.